الله نفس خطه مؤمن سليمان اللي فاز بيها على الاهلي وصندوق، وهي نفس الخطه، بس مش عايز حد يطلع بعد كده يقول مؤمن سليمان فاشل. يا سلام. اللي عملوا قعدوا يقولوا له ايه انت يعني اذن مسيطرين عليك، انت جبت جول مش عارف في مصر. لا اهو كوبر نفس الخطه تقريبا، هو ما اتفرجش على ماتش غانا، اتفرج على ماتش مؤمن سليمان. ده رقم واحد. ادي واحد. اتنين، انا زعلان من محمد صلاح لانه، وانا بحبه جدا، لان محمد لما الناس تيجي عشان تبوسك وتحضنك وتصور معاك بعد الماتش ما تزقهمش وتجري. انت مهما رحت وجيت انت ولد فلاح بسيط زينا كده، احنا ناس بتوقفنا في الشارع ومش في نفس شهرتك، وخد شيل اللي عايز اشيله، ولاد يبقى تقيل ما عنديش مشكله، لو نعيد الصوره تاني عشان مش حلوه نعيدها. اللي انا شفته وانت خارج من الماتش شيء مش ممكن يكون. انت البني ادم الفلاح البسيط انت زقيت الناس كلها عشان تطلع خارج الملعب، وده ما ينفعش. نمرة ثلاثة، بقدر سعادة النهاردة والنبي يا محمود والاستاذ دكتور سعيد، بقدر حزني الشديد، وده كان زعلني من بعض الجمهور النهارده اللي كان بيرقص. احنا فقدنا اهم ممثل واهم فنان في مصر، محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز الله يرحمه. انت عارف محمود ده انتيوكين بره، يعني ده المفروض ده الراجل الوطني المحترم، اللي ما كانش بلطجي، اللي مش حبيش، ها، اللي الناس بتقلده دلوقتي في الفيوم وفي البلاد ويلبسوا الرجاله العمد في قمصان نوم. المحترم ده يعني ربنا يرحمه يا رب. حزن شديده جوانا دلوقتي كلنا. صح. انت عارف يا محمود ان استاذ محمود عبد العزيز ده صاحبي من سنه 78، ويمكن النهارده الاستاذ سامي رئيس تحرير المسا كاتب مقاله قال انا، هو يعني بيحكي انه كان معد مع الاستاذ بدر ادهم بتاع الاخبار للاستاذ سمير صبري في برنامج الناس، وكانت حلقه مع مرتضى منصور سنه 78 بمناسبه انه عمل موسوعه جنائيه. ولما سال الاستاذ سمير صبري مرتضى تحب تستضيف مين، قال له محمود عبد العزيز، هذا الفنان الراقي المحترم، تاني المحترم، اللي عمل رأفت الهجان واللي عمل العار واللي عمل حاجات عظيمة جدا. انا حزين للبعض اللي رأسه النهاردة. مهما يكن فرحتنا، احنا فقدنا فنان بقيمة كبيرة، لا زي نور الشريف بالظبط، زي عمر الشريف، حاجة ضخمة في العالم كله على فكرة محمود عبد العزيز دوت. لكن برضو ليه عتاب صغير بقى تأذن لي، بما انك بقى برنامج سياسي على رياضك دلوقتي يا دكتور سعيد. اتفضل. انا شفت سمعتك كنت بتقول بركة السيد الرئيس. عايز اقول لسيادة الرئيس احنا بنحبك وبنحترمك، وحضرتك حييت الجمهور، بس اللي عمل ده في جمهور مصر لما مرتضى نظم الماتش اللي فات وقلت بروفا هنشوف الجمهور هيبقى جمهور راقي ومحترم، طلع اكتر من راقي ومحترم. ما سمعناش كلمة اشادة واحدة. اذا كان حضرتك، وانا بحبك واحترمك جدا، واخد موقف من رئيس نادي الزمالك لاي سبب ان انا بنتقد او من جمهور الزمالك، عايز اقول جمهور الزمالك على الاقل 40 مليون، يزيد يقل 40 مليون. سيادة الرئيس من فضل حضرتك انا دعيت حضرتك في الجرايد وفي التلفزيون وبعتنا دعوة. حضرتك انت بتفهم في الاصول كويس جدا جدا جدا. كنا مستنيين جمهور الزمالك، وعملنا ماتش ده النهارده وكسبنا برضه، احنا كسبنا بطل افريقيا على فكره. كنت مستني بعد حضرتك لما الجمهور العظيم ده رجع من 10 سنين ما كانش موجود، كنت تفرحنا بكلمه انتوا ناس كويسين. انما للاسف الشديد حضرتك عملت بيان النهارده، والزمالك لما ادى درس العالم كلكم اتفرجتوا يا محمود انت وسعيد مصر كلها والعالم كله، اول مره في جمهور يحصل 75,000 مفيش مشكله واحده، وقالوا لي تتحمل المسؤوليه. كان نفسي الرئيس يقول كلمه، هو ده جمهور الزمالك او الاهلي. على فكره في جمهور من الاهلي وبقيه الانديه، لان كان موجود جمهور مصر زي النهارده على فكره، ما كانش جمهور الزمالك بس. في النهايه يا دكتور سعيد، انا ليا كلمتين من فضلك يا سعاده الرئيس اسمعهم. امبارح انا سمعت ولد اسمه محمد عبد العزيز بيتكلم مع وائل الابراشي. انا اللي حضرتك حاطه في اللجنه اللي بيطلع الولاد اللي ارتكبوا جرائم، المجرمين المحبوسين العفو الرئاسي، تمام؟ حضرتك بيتكلم كانه النائب العام، كانه وزير العدل. يا سعاده الرئيس، حضرتك اول مشكله لينا مع محمد مرسي الاعلان الدستوري والعفو اللي عمله لما جاب الراجل اسمه المهدي، المستشار المهدي، واخلى سبيل المجرمين اللي هم بيضربونا دلوقتي. سعاده الرئيس انت عملت عفو قبل كده من حوالي 8 اشهر، وكل اللي اتعملوا بعفو اول ما طلعوا شتموا حضرتك. سعاده الرئيس، مصر بالكده كلنا، من فضل حضرتك بقول لحضرتك انا بقى في الشارع ونبض الناس، لا ما ينفعش يا فندم الشرطه تقبض
والنيابه تحبس وتقدم محكمه، وكيل نيابه او رئيس نيابه او محامي عام، وقاضي جليل يدي حكمه، ثم قاضي استئناف، ثم قاضي نقض، وبعدين حضرتك عشان محمد عبد العزيز وعشان عبد الجليل وعشان جورج اسحاق تقول لهم اتفضلوا روحوا. لا يا فندم، لو هتروح دول يبقى نروح الشباب بتاع الاخوان، ما هو دول برضه كانوا بيطلعوا مظاهرات. سعاده الرئيس البلد دي ملكنا كلنا، ولما انتقد هذا ان اقول الكلام ده. سعاده الرئيس قانون التظاهر اللي انتوا عايزين تلغوه وتلغوا العقوبه، من ساعه ما اتعمل قانون التظاهر ما كناش بنعرف نطلع من بيوتنا يا محمود يا معروف. من يوم الجمعه كان بيبقى يوم بالنسبه لنا يوم منايل ب 60 نيله من الناس اللي قطع الطريق. من ساعه ما اتعمل القانون حضرتك معانا المفتاح اللي هو كان بيمنع الناس، اللي هو قانون التظاهر. حضرتك عايز تلغيه عشان 10 15 واحد شمال حضروا مؤتمر شرم الشيخ، مش هنسكت وهنقول راينا. بنحبك بنحترمك والناس ما نزلتش يا فندم في 11 عشان خايفه على بلدها بس غضبانه، عشان عارفه ان لو نزلنا المره دي البلد دي مش هترجع، بس الناس زعلانه، الناس غضبانه. سعاده الرئيس اللي بيقول لك الكلام ده انسان بيحبك وبيحترمك وبيدعمك لغايه اخر يوم في المده بتاعتك. من فضل حضرتك انا بقول لك نبض الناس، ويمكن كل الناس بتعمل مداخلات دلوقتي بتقول بعد اذن حضرتك اللي ارتكب جريمه والشرطه قبضت عليه والنيابه قبضت عليه قدمته المحاكمه ثم القاضي ثم قاضي الاستئناف، كل ده غلط عشان مين؟ لا يا فندم بعد اذن حضرتك واللي عمل ازدراء للدين انا اسف لا ده في لسه ناس شتمت ابو بكر وشتمت سيدنا عمر رضي الله عنهم ولسه في البراءه موجودين، وكانوا في شرم الشيخ قاعدين على المنصه زي ابراهيم عيسى. سعاده الرئيس البلد دي ربنا مباركها عشان احنا ناس مؤمنين بالله، وربنا سبحانه وتعالى كرم مصر تاني، كرم مصر. يا فندم بعد اذن حضرتك تاني من فضل حضرتك راجع مصر دي ملكنا كلنا واحنا بنحبها، واحنا ما صدقنا احنا فوقنا وبنعدي النفع، وهنعدي النفع المسلم على فكره ان شاء الله، والاستثمارات هترجع بس مش هترجع مع مظاهرات، لان شلنا الحبس من المظاهرات هترجع مظاهرات، والساحه هترجع بس مش هترجع مع مظاهرات. الناس بتحبك يا سعاده الرئيس واقفه بوراك، بس زعلانه قوي 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 من اللي حصل في مؤتمر شرم الشيخ واللي حضرتك قعدت معاهم امبارح. انا اسف لما اقول ان مع احترامي طبعا الدكتور اسامه الغزالي حرب، احمد موسى اللي ما ادعاش في شرم الشيخ اتحبس بسبب اسامه الغزالي حرب اللي حضرتك. واحمد موسى اتحبس ليه؟ عشان بيدافع عن الدوله المصريه. مصطفى بكري اللي بيدافع عن الدوله المصريه لم يدعى لهذا المؤتمر. سياده الرئيس الناس زعلانه، وده عتاب المحبين اللي بيحبوك وعايزينك تكمل. اللي قالوا لك انزل، اللي ندوا لك 30 يونيو واللي 3/7 ويوم 26/7 قالوا لك من فضلك الجيش المحترم يحمي الشعب المحترم. سعاده الرئيس الناس غضبانه، الناس ما يهمهاش سكر ولا زيت ولا الكلام ده كله، خلاص الناس يهمها حاجه واحده، الناس اللي بتشتم الدوله هي اللي قاعده على الحجر، والناس اللي بتدافع عن الدوله مطرودين. اول حاجه ببارك لمؤمن سليمان ان كوبر بيقلده. الله نفس خطه مؤمن سليمان اللي فاز بيها على الاهلي وصندوق، وهي نفس الخطه، بس مش عايز حد يطلع بعد كده يقول مؤمن سليمان فاشل. يا سلام. اللي عملوا قعدوا يقولوا له ايه انت يعني ان مسيطرين عليك، انت جبت جول مش عارف في المصري. لا اهو كوبر نفس الخطه تقريبا، هو ما اتفرجش على ماتش غانا، اتفرج على ماتش مؤمن سليمان. ده رقم واحد. ادي واحد. اتنين، انا زعلان من محمد صلاح لانه وانا بحبه جدا، لانه يا محمد لما الناس تيجي عشان تبوسك وتحضنك وتصور معاك بعد الماتش ما تزقهمش وتجري. انت مهما رحت وجيت انت ولد فلاح بسيط زينا كده، احنا ناس بتوقفنا في الشارع ومش في نفس شهرتك، وخد شيل اللي عايز اشيله، ولاد يبقى تقيل ما عنديش مشكله، لو نعيد الصوره تاني عشان مش حلوه نعيدها. اللي انا شفته وانت خارج من الماتش شيء مش ممكن يكون. انت البني ادم الفلاح البسيط انت زقيت الناس كلها عشان تطلع خارج الملعب، وده ما ينفعش. نمرة 3 بقدر سعادة النهاردة والنبي يا محمود والاستاذ الدكتور سعيد، بقدر حزني الشديد، وده كان زعلني من بعض الجمهور النهارده اللي كان بيرقص. احنا فقدنا اهم ممثل واهم فنان في مصر، محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز الله يرحمه. انت عارف محمود ده انتيوكين بره، يعني ده المفروض ده الراجل الوطني المحترم اللي ما كانش بلطجي، اللي مش حبيش اللي الناس بتقلده دلوقتي في الفيوم وفي البلاد ويلبسوا الرجاله العمد في قمصان نوم. المحترم ده يعني